السلام عليكم. أنا مغترب مصري عايش في فرنسا. كنت بعاني جدا جدا لما كنت أسكن مع أي حد من قلة النظافة وعدم النظام وكده. أنا بحب النظافة والنظام جدا، ولكن قررت لما يكون عندي بيتي هعمله بديكور مختلف تماما عن أي بيت شخص مغترب، لأن النظافة والنظام في البيت هو ده المكان اللي بنرتاح فيه بعد شغلنا. ده المكان لازم يكون منظم، ريحته حلوة، نظيف، مؤهل للمعيشة كبني آدمين. طبعا كلامي يا جماعة أنا بتكلم على نفسي، أنا إنسان بحب النظافة، ماليش علاقة بأي حد بيحب أو ما بيحبش. اتفضلوا كده. طبعا أنا عملت الديكور ده لسه مخلصه النهاردة. تمام 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 كده. كل قطعة أنا نقيتها، حتى السجادة دي ده في المدخل بسرعة كده. هنا بليكار في الماتريال بتاعي وحاجات زي كده، والتشوزات القديمة، وهنا جزامة فيها التشوزات اللي بلبسها. وده بسم الله، شوفوا ده لسه عامله النهارده. طبعا تعبت في البيت جدا عشان اخليه يطلع بالشكل ده بصراحة. يلا بينا ندخل على الحمام. ده الحمام بتاعي طبعا. الديكور ده تعبت فيه جدا عشان اعمله بالشكل ده. ده باب الحمام، تدخل هنا على الحمام. عملت الحيطة هنا حائط ورد، وعملت هنا ورد انا اللي مركبه قطعة قطعة، وانا اللي اخترت الالوان دي. وطبعا دي القاعدة، يلا نقفلها كده. دي القاعدة اهيت. رأيكم ايه؟ طبعا ده الدش. هنا بقى كده بصوا، والحاجات ده هنا خليت على المراية حاجات زي مقاتل، خليك ايجابي، السعادة، حاجات تكون ايجابية. وانا بغسل سناني كده ابص في كل الحاجات دي تديك طاقة ايجابية. تمام اهوت. انا اللي مصمم الحمام بالشكل ده كله. البيت طبعا كان ضيق، ولكن بعد الديزاين اللي انا عملته دوت بسم الله ما شاء الله. ندخل بقى على الكوزينة. التلاجة دي لسه شاريها، بسم الله ما شاء الله. يعني عملت عليها كلمات وحكم كتير جدا مصرية، وانا اللي جايب دوت، وانا اللي مركبه. طبعا انا اللي مقسم الكوزينة بالشكل ده. بصوا اهوت، ده الركن ده كده. تمام اهوت. والله يا جماعة الكوزينة كانت ضيقة جدا، المطبخ كان ضيق، بس دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، شوفوا بقى واسع وزي الفل اهو. ايه رايك في الديزاين ده؟ والله تعبت فيه جدا 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 يعني. طبعا انا بحب اطبخ بالحاجات الخشب، انا جايب كل حاجة عندي خشب علشان تبقى صحية. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيكم ايه في التعليقات لو سمحتوا؟ رأيكم ايه في التعليقات؟ حتى ماشينة القهوة حطيت عليه ايه؟ ابتسم. ابو تقولي ده ام امك كده يعني. علبة القهوة وجايبها باسم المدينة بتاعتنا، وهنا علبة سكر، وهنا الكبسولات بتاع القهوة والشاي، هنا ركن يعني بار. هنا طبعا دي كلها توابل لان بحب اطبخ جدا. طبعا محدش يسألني ليه بتتعب نفسك عشان كل ده. الناس اللي بتعشق النظام والنظافة زيي هتفهم انا اقصد ايه كويس. تمام يلا بينا ندخل غرفة. دي طبعا ستارة مغناطيس، تفتح كده تدخل كده قفلت اهي، شوف في ثانية الا ثانية. هنا طبعا دولاب داخلي. هنا الركن ده انا اللي مؤسسه ومنظمه بالشكل ده. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، والله انا من عشاق النظافة. السجادة دي كنت جايبها المطبخ ولكن خدتها لغرفة النوم. طبعا دول جايبهم مرسيليا. هنا بقى الركن الفرعوني، هنا ركن المكتب بتاعي. عندي طبعا نتفليكس الحمد لله وصلته. تمام الحمد لله بقى عندي انترنت، وتعبت جدا على ما وصلت النت هنا عشان ما كانش عندي فبخ. طبعا نروح هنا لعالم تونس، علم المغرب، علم الجزائر، والركن ده كله مصري فرعوني بأعلام مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الجمال عامل ازاي. طبعا اقفل على السرير، جبت ستاره كده بتركب من السقف، اقفل على السرير الركن ده، اقفله خالص من السقف للارض. دي طبعا معدات التصوير. ده المكتب بتاعي اللي بذاكر عليه وبشتغل عليه طبعا الحمد لله. الركن ده ايه رايكم فيه؟ ركن اطفالي كده، طفولي زي الفل. تمام. هنا الركن ده ركن فرعوني اهوت، تحيا مصر ام الدنيا. وهنا ركن الكتب بتاعتي، وركن هنا كنبه السرير، هنا خزانه برضه. كل قطعه نقيتها بجد وتعبت فيها جدا. وانا النهارده لسه مخلص دلوقتي الديكور بتاع بيتي. قررت اعمل فيديو لكل مغترب. انا مش بقول لك اعمل زيي،
ولكن البيت لما يكون نظيف كمغترب ريحته حلوه هتحب تقعد في البيت، هتوفر فلوس القهوه. عاوز اقول لك ان انا جايب ماشينه قهوه، جايب كل الماشين عندي عشان اوفر، لان طول اليوم مثلا بخلص شغل باجي اقعد على القهوه عشان النت وعشان ما فيش هنا نت. ولكن دلوقتي بقالي كام يوم حرفيا ما بخرجش اقعد على اي قهوه خالص، ووفرت فلوسي وقاعد في بيتي اكلم اهلي براحتي، كل حاجه تمام. البيت لما يكون نظيف بيفتح النفس للحياه، بتكون مغترب كده وشغال، بتدخل بيتك بترتاح فيه، بتلاقي السكينه والراحه، وبتلاقي نفسك مرتاح وجسمك بياخد راحته حتى لو نمت ساعتين. فبصراحه انا مبسوط جدا باللي انا عملته في بيتي. وفجاه اللي عاوز اقولها ان اللوحه دي بتنور في الضلمه يا جماعه، بس ما عنديش اضاءه قويه. الاضاءه لو قويه قوي اللوحه دي مجرد ما اقفل النور بتنور في الضلمه. ده ورق بردي اصلي جاي من مصر ومعمول مخصوص، الرسمة اخترتها واتعملت مخصوص عشاني. تحيا مصر وشكرا جدا لحضراتكم. ولو اي مختلف فيكم بيته جميل بالشكل ده يعني قولوا لنا في التعليقات. عاوز اتحدى بقى ونتنافس بقى على البيوت المنظمة، البيوت المصرية في الغربة شكلها عامل ازاي. طبعا انا كلفت وصرفت والحمد لله خلصت، اللهم لك الحمد ولك الشكر. شكرا جدا لحضراتكم، السلام عليكم.